السلام عليكم. أنا أشين من الصعيد من محافظة الأقصر، وده روتين بقدمه من شقتي. أتمنى إن هو ينال إعجابكم. أنا عن نفسي جاهزة إن أنا أبدأ معاكم الفيديو. يا ترى انتوا جاهزين؟ يلا بقى نسمع الفيديو ونبدأ معاكم الفيديو. النهاردة معانا يوم مليء بطاقة غير طبيعية في المطبخ. شايفين المطبخ عامل ازاي؟ المطبخ مليان مواعين، ومش بس مواعين، عايزة اقول لكم حرفيا كل حاجة في المطبخ كانت بتشتكي ان هي عايزة تتغسل. كل المواعين دي اكيد اتخضيتوا، ومش بس المواعين، شايفين كمية الحاجات اللي في المطبخ. طبعا المطبخ ده اصغر مطبخ على اليوتيوب. عايزه اقول لكم ما تتخضوش، رغم ان هو صغير، بس عايزه اقول لكم ان هو شايل كميه حاجات معايا. اللهم بارك. ولكن شايفين الاكل بقى على الرخام، وكمان اللسلسه بتاعه الطبيخ، والاكل كانت مش طبيعيه. بحاول اوريكم كل حاجه على الطبيعه، مش مكسوفه منكم خالص. بالعكس، انا هبدا معاكم الروتين بتاعي من اوله لحد ما اخلص معاكم الفيديو. هتشوفوا النتيجة في الاخر عاملة ازاي. مش عايزاكي تتعبي، مش عايزاكي تتضايقي من المنظر اللي انت شايفاه. كلنا كستات بيوت، في بيوتنا مطبخنا اكيد بيحصل له في يوم من الايام بنفس المنظر. خصوصا لو انتي كان عندك عزومة كبيرة زي ما انا كنت عندي عزومة، ووصلت المطبخ بتاعي للطريقة دي. ولكن العزومة بتاعتي كانت جميلة جدا، وكانت روحها حلوة، وكنت كل حاجة بعملها بحب. صدقوني. بس كده، يلا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا اول ما جيت ابدأ معاكم في المطبخ، قلت ان انا لازم افضي المواعين اللي انا كنت غسلاها قبل كده، وفضيتها ورجعت كل حاجة مكانها. بعدين دخلت على شفت الاكل اللي محتاج ان هو يتشال، واللي ان انا مش محتاجاه خلاص هرميه في الباسكت. طبعا ده حلو، انا كنت عاملاه. عايزه اقول لكم الوصفه دي جميله جدا جدا، احاول ان انا اعملها معاكم بعد كده باذن الله. وكمان كان عندي بواقي جلاش. طبعا مش هرمي اي حاجه. حطيتها في التلاجة. عايزة اقول لكم الحاجة دي ما عادتش يوم بالظبط، بألف هنا علينا. كلنا اكلناها بألف هنا. الحاجة طعمها جميل، وكمان خصوصا لو انتي كنتي عاملة الحاجة بحب جدا. طبعا كان هنا في شوية ملح. طبعا حطيت كل حاجة مكانها. بحاول قبل ما ابدأ كل حاجة في المطبخ، يعني قبل ما انا يعني عشان يبقى عندي نفس ان انا انضف المطبخ، بحاول ان انا اوضب كل حاجة حواليا، بحيث ان انا مبقاش متشتتة. بمعنى ان انا مش اول ما جيت بدأت بغسيل المواعين، لا بالعكس خالص، رجعت كل حاجة مكانها. شايفين سبت البرتقال ده؟ انا عايزة اقول لكم عملت منه كمية وصفات جميلة جدا، هتنزل لكم كمان على القناة في فيديوهات الطبخ بإذن المولى. الروتين ايه ده اللي انا بقوله؟ عايزة اقول لكم البرتقال ده كنز سحري في البيت، حاولوا ان انتوا تحافظوا عليه، وكمان تكتروا ان انتوا تشتروه. عايزة اقول لكم كمان كان في كراتين عندي في الارض محتاجة ان هي تتفضى، رحت دخلت كل حاجة مكانها، بحيث ان انا لما ابقى واقفة اغسل المواعين كل حاجة حواليا تبقى رايقة وزي الفل. دخلت كل حاجة وفضيت كل حاجة قصادكم، ودخلتها في دولاب الخزين. ليه بعمل كل ده؟ علشان زي ما بقول لكم كل حاجة حواليا تبقى رايقة. عايزة افضي الرخامة، وكمان عايزة افضي الارضية، وده كله علشان الرخام معايا هيتغسل. عايزة اقول لكم في اليوم ده المطبخ كان ملسلس بطريقة مش طبيعية. البوتاجاز كان مدعكة، طبعا الرخام كان مدعكة، حتى طقم التوابل كان محتاج ان هو كمان مكان ايدي، مكان ما بتلافى التوابل وبتبل الاكل والكلام ده، كانت ايدي طبعا بتبقى مش نظيفة في بعض الاوقات، مكان الاكل مش نظيفة بمعنى حاجة تانية. بس كده كل حاجة هتتغسل معانا. حاولت على قد ما اقدر ان انا الخص لكم الفيديو ده في عدد دقايق قليلة عشان ما تملوش معايا. احنا كستات بيوت كتير مننا بيتقدر في نظافة المطبخ، ولكن انا عن نفسي بصراحة كنت بحب المطبخ، وما زلت ان انا بحب جدا المطبخ. اول بصراحة في اليوم ده انا كنت تعبانة جدا، استنيت تاني يوم ان انا اعمل المطبخ، وبالعكس كنت متقدرة وشايلة زي ما بنقول ايه، شايله طاجن على راسي، اللي هو يا ربي انا امتى هخلص المطبخ اللي هو انا خايفه ادخله. ورغم ان انا بحب جدا النظافه بتاعه المطبخ، ولكن انا كنت مرهقه جدا. عشان كده قلت لازم الم المطبخ، عشان كان وقتها ان انا عايزه محتاجه احضر اكل، وكمان
اولادي محتاجين ان انا اعمل لهم حاجات كمان تانية، فلازم المطبخ يتلم لاني مفيش اي حاجة كانت في مكانها. طبعا بدأت ان انا احط مية سخنة في الحاجات اللي هي محتاجة ان هي تتنقع كده علشان الدهون، طبعا بمية سخنة وما تتعبنيش. وطبعا اول حاجة بنغسلها الكوبايات وبعدين الازايز وبنشطف كل حاجة، وبعدين ابتديت ان انا اعمل الطباق الصيني بتاعتي. عايزة اقول لكم الطقم الصيني ده كنز في البيت. ليه كنز في البيت؟ ده بيبقى حلو جدا في العزومات، ان انتي بتقدمي فيه العزومات في البيت. طبعا في اطقم تانية كتير برضو جميلة. دايما خلي في طقم كده يشرفك قصاد ضيوفك، دايما تبقي جايباه وعيناه كده يطلع وقت الضيوف. طبعا الطقم ده بيبقى في نيش وبوفيه في اي مكان في المطبخ، بتبقي عيناه علشان بتستخدميه وقت الضيوف، او مثلا حتى في الحياة اليومية لو انتي متعودة تاكلي في الصيني وكده. طبعا بعد ما خلصت المواعين ومش كلها، ابتديت بقى ان انا اوريكم المطبخ وصل لحد فين. بس كده. طبعا هعمل ايه دلوقتي عفوا الكراتين هي ايه دي. عايزه اقول لكم الطقم ده سحر بجد يا بنات. الطقم ده انا جبته من ايام جوازي، يعني انا وعروسه، ولكن ما استخدمتوش نهائي، ولكن الخامه بتاعته نظيفه جدا جدا. ده سيراميك، والسيراميك بتاعه نوع معين زي ما انتوا شايفينه. انا والله ما عارفة اسمه ايه، ولكن كل اللي بيجي عندي ويتفرج عليه بيشكر لي فيه جدا جدا جدا، حتى هو غالي. عايزة اقول لكم الطقم ده ليه 7 سنين في المطبخ، وانا ما استعملتوش نهائي، لاني انا عندي اطقم تانية جايباها جرانيت وستانلس من نوع الكمان الكويس جدا التقيل، فانا ده ما استخدمتش اي حاجة فيه حرفيا. حتى الاطقم التانية اللي انا كنت جايباها ما استخدمتهاش كلها. عينت الطقم ده لاني كان شاغل عندي مساحة من المطبخ، حطيته في الصحارة واستغليت مكانه ده في ان انا وزعت الحاجة بتاعتي في باقي المطبخ. عملت كده ليه؟ علشان بصراحة انا اولا زي ما قلت لكم مش بستخدمه، والتاني حاجة ان هو بيتطرب، يعني كل ما اجي اوضب المطبخ بلاقيه متطرف، فبضطر ان انا اغسله ولمعه والكلام ده وانشفه. فانا كده كده هو متبهدل معايا ومش بستخدمه خالص، ولكن انا شلته وعينته في الصحارى لحد ما عيلتي تكبر ويبقى عندي افراد كتير في البيت. اكيد هيجي وقت حلل بتاعتي هتبقى ادمت شوية، هبقى عايزة استخدمها، فبضطر ان انا اطلعه استخدمه. فطبعا كل حاجة عايزاكي تعينيها، ما ترميهاش، ما تفرطيش فيها، لان هيجي الوقت ان انتي تستخدمي الحاجة دي. طبعا زي ما شفتوا دخلت على البوتاجاز بعمل ايه. بعمل بالفرشة، لان البوتاجاز كان محتاج الفرشة دي. الفرشة دي يا بنات مش فرشة بوتاجاز ولا حاجة، دي فرشة الجزمة اللي بتقعدي تنضفي بيها الجزمة بتاعتك، ولكن انا مش بستخدمها في جزم ولا حاجة. انا اول ما جبتها عينتها على طول للمطبخ. طبعا عملت ايه، دي ميه ببريل والميه سخنه كمان، وابتديت انا ادعك البوتاجاز. طبعا الحوامل بتاعه البوتاجاز عايزه اقولك استخدميها بنفس الطريقه هي وعلى البوتاجاز، بالعكس هتنجزي فيها اسرع وكمان هتنضف معاكي بطريقه قويه جدا. لكن لو انت شلتيها وحطيتيها على الحوض صدقيني هتتعبك جدا جدا في الغسيل. طبعا الحوامل دي الفراغات دي الفرشه هي اللي هتنضفها لك، وكمان من جوه. وتأكدي كمان انتي وبتغسلي البوتاجاز اثناء التلميع او اثناء التنشيف بتاع البوتاجاز ان العيون من جوه ناشفه جدا جدا، عشان ما تتراكمش عليها ترسبات كده والعيون بتاعتك تبقى النار بتاعتها خافتة او عايزة تتسلك او تطفي معاكي ما تشتغلش. بس كده ابتديت ان انا اغسل البوتاجاز كويس. طبعا زي ما شايفين العيون كانت نظيفة جدا. شايفين فرق شاسع جدا جدا جدا. طبعا البوتاجاز بتاعي ده ليه 7 سنين حرفيا. لو زي ما بقولك عايزة تحافظي على الحاجة بتاعتك يبقى دايما تعينيها ودايما تغسليها كويس. طبعا بوريكم دلوقتي البوتاجاز بتاعي عفوا المطبخ بتاعي بعد ما خلص. شايفين الجمال، كل حاجة رجعت مكانها. عايزة اقول لكم بجد الفيديو ده قعد معايا حرفيا، قعدت اشتغل عليه كذا ساعة، تقريبا 3 4 ساعات وانا واقفة في المطبخ، ملخصه لكم في 10 دقايق بس. اتمنى ان انتوا تقدروا المجهود بتاعي وتضغطوا اللايك وكمان تشتركوا في القناة، ولو امكن كمان ان انتوا تشيروا الفيديو.
الفيديو روتين قوي. استودعكم الله. استنوني في فيديو جديد. مع ألف سلامة.